باللجان في الغابة في يوم من الأيام كان في شاب اسمه أحمد. راح مع أصحابه رحلة في الغابة. الغابة كانت كبيرة جدا، مليانة أشجار ضخمة وأصوات حيوانات غريبة، وكانوا متحمسين جدا للمغامرة. قرروا يقضوا اليوم كله هناك، يضيعوا وقتهم في الاستكشاف واللعب. لكن في نص اليوم لما كانوا بعيدين عن الطريق الرئيسي حسوا بشيء غريب. الجو اتغير فجأة، السماء بقت ضبابية والريح بقت تعوي بصوت عالي. واحد من صحابه محمود قال لهم في حاجة غلط هنا، أنا مش مرتاح. لكن أحمد ضحك وقال له أنت دايما قلق، مفيش حاجة. أما بعد شوية سمعوا صوت خشخشة في الشجر، زي حاجة ماشية تتحرك في الغابة حواليهم. كلهم توقفوا وشدوا أعصابهم. الصوت قرب أكتر لكن مفيش حد شايف حاجة. فجأة ظهر شيء ضبابي من بين الأشجار، حاجة ضبابية طويلة عيونها حمراء وبتلمع في الظلام. أحمد قال ده أكيد خيال، ممكن يكون حيوان أو حاجة. بس محمود كان خلاص واقف في مكانه مش قادر يتحرك، وقال بصوت مرتعش ده مش حاجة عادية. والضباب ده بدأ يتقرب أكتر وأكتر، والعيون الحمراء بقت أوضح. الكائن كان بيتحرك بخفة زي ما يكون مش شايفه غير هو بس. كلهم بدأوا يجريوا في اتجاه تاني، بس الكائن كان دايما وراهم. كل ما جريوا أكتر كان بيحسوا إنه أقرب وأقرب، وبدون ما يحسوا كانوا بيغيبوا عن الوعي واحد ورا التاني. بعد شوية لقي أحمد نفسه لوحده في مكان مظلم، وصوت الكائن ده قريب جدا. كان حاسس إنه قلبه هينفجر من الخوف، وفي نفس اللحظة الكائن وقف قدامه وابتسم ابتسامة مرعبة. أنت الوحيد اللي فاضل، قال الكائن بصوت منخفض. كلهم اختفوا ومفيش حد هيقدر يهرب. أحمد حاول يصرخ بس ما قدرش، لأنه كان حاسس بشيء غريب زي خنقة في صدره. الكائن بدأ يقترب أكتر، وفي اللحظة دي أحمد جري بأقصى سرعته وهو مش قادر يركز، لكن الكائن كان دايما قدامه. وفي النهاية لقي أحمد نفسه قدام شجرة ضخمة، وعلى جدرانها كان في رموز غريبة. وكان الكائن واقف جنبه وقال أنت عارف يعني إيه الرموز دي؟ دي علامة مفيش حد هينجو منها غير لو في قلبه قوة فوق الخوف. الكائن بدأ يتحول لضباب تاني، اختفى وراح في الهواء. أحمد لقى نفسه في مكانه تاني، بس مفيش حاجة حواليه غير الصمت. حاول ينادي على أصحابه لكن مفيش رد. وقف مكانه مش عارف إذا كان في الحلم ولا الحقيقة. ثم سمع صوت خفيف بعيد، وكان الصوت بيقرب لكن مفيش حد حواليه، والوحيد اللي سمعه كان هو. عيون حمرة تلمع من بعيد.